السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة توتو للتكييف. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن موضوع جديد وعن تكنولوجيا جديدة قدمتها شركة هاير في أجهزة التكييف الخاصة بيها. التكنولوجيا دي اسمها الألترا انفرتر. يمكن ناس كتير سمعت عن كلمة انفرتر قبل كده، بس ايه الفرق بقى بين الانفرتر العادي والألترا انفرتر الجديد من هاير؟ ده اللي احنا هنعرفه سوا. أول حاجة لازم نفهمها ان الانفرتر هو نظام بيخلي الكمبرسور يشتغل بسرعات متغيرة بدل ما يفصل ويشتغل كل شوية زي أجهزة التكييف العادية، وده معناه توفير في الكهرباء وثبات في درجة الحرارة. لكن هاير طورت الموضوع وقدمت جيل جديد اسمه الألترا انفرتر، وده بيتميز بنقط احنا هنوضحها دلوقتي. أول نقطة معانا توفير أعلى في الكهرباء. الانفرتر العادي بيوفر ما بين 40 ل 50% من استهلاك الكهرباء. الالترا انفرتر بيوفر لحد 65%، وده طبعا فرق كبير جدا في الفواتير الشهرية. بالنسبة للتبريد، الالترا انفرتر تبريد اسرع. الكمبرسور في الالترا انفرتر بيقدر يرفع سرعته اكتر واسرع من العادي، يعني اول ما تشغل التكييف هتلاقيه وصلك لدرجة الحرارة المطلوبة في اقل وقت ممكن. تالت حاجة معانا هي الثبات والراحة. الحرارة بتثبت بشكل أدق، مفيش تذبذب، مفيش حرارة بتطلع وتنزل، بتلاقي الجو مظبوط ومستقر طول الوقت. رابع نقطة معانا وهي التشغيل الهادي والصوت القليل، ده لأن التكييف بيشتغل في صمت تقريبا، وده بيخلي الجهاز مريح خصوصا وقت النوم. خامس نقطة معانا هي الأداء في الظروف الصعبة. الألترا انفرتر معمول إنه يشتغل بكفاءة في الأجواء الحارة، ممكن يوصل معانا لغاية 52 درجة مئوية أو 53 درجة مئوية، وده بيبقى مناسب جدا في فصل الصيف، في أوقات درجة الحرارة فيها بتوصل لمستويات عالية. بالإضافة لكده عمر الكمبرسور بيبقى أطول، لأن التشغيل دايما بيكون متوازن ومش مرهق للجهاز. الخلاصة، لو بتدور على تكييف بيجمع بين التوفير في الكهرباء والراحة في التبريد والعمر الطويل، يبقى تكنولوجيا الالترا انفرتر من هاير هتكون اختيار ممتاز جدا. دي كانت نبذة سريعة عن خاصية الالترا انفرتر من هاير، ولو عند حضراتكم اي اسئلة او عايزين تعرفوا مقارنة بينه وبين ماركات تانية اكتبولي في التعليقات وانا اوضح لحضراتكم كل شيء. ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. متشكر جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.